بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بصوا بقى يا جماعة، أنا كده أنا اشتريت حاجتين بس النهاردة. وقلت أعرضها لكم في الفيديو، يعني بعد تجارب كتيرة وبعد ما اقتنعت بيهم فأنا اشتريتهم. أول حاجة يعني انتوا عارفين يا جماعة الموبات. أنا جبت الموب ده. طبعا الموبات يا جماعة سعرها عدى جدا جدا جدا، فأسعارها عدت. يعني الخلود ب900 جنيه، الوطنية برضو ب900 جنيه، يعني أقل موب هيوصل 900 جنيه أو 800 جنيه. أنا جبت الحاجة الوسط. أنا لقيت الموب ده زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. طبعا حلاوة الموبات ان هي بيبقى يعني مقاساتها صغيرة، ممكن تحطيها في اي مكان هتلاقي له يعني اماكن. هو اللي عجبني فيها دلوقتي عن الجردل العادي او الجردل الشرشوبة او اللي هو الجردل اللي احنا عارفينه. يعني في برضو جرادل يا جماعة عدت ال1000 جنيه برضو دلوقتي. فانا اقتنعت بالموب. وكده يا جماعة موب اهو بحوضين، حوض للشطف وحوض لل... للمسح. لقيته حلو وشكله المنت ده. طبعا جاي معايا يا جماعة اللي هو الغيارات. اتنين غيار اهو يا جماعة. هي الغيارات بتاعته مش تقيلة قوي، بس ماشية يعني. وطبعا جاي معاه زي بقى انا هوريكم يا جماعة. طبعا ده الغطا بتاعه. الغطا يا جماعة والله يعني انتوا لولا انا بسجل لكم انتوا كنتوا تسمعوا صوت يعني الغطا وانا بحط. يعني القفلة بتاعته جامدة وقوية. هي الخامة ممكن تكون أقل شوية من الوطنية أو الخلوط أو الجرادل التانية. بس لا والله يا جماعة، يعني عن مش عن تجربة، أنا سمعت عنه ريفيوهات كتير. ناس عاملة عليه ريفيوهات زي ما بوريكم كده يا جماعة اهو. السنون دي اللي بتنشف، والتانية اللي هي الحوض بتاع الغسيل. انا بعد جبته بعد والله. وكمان اللي انا اشتريتها منه قالت لي والله هو اللي ماشي دلوقتي. يمكن يا جماعه في ناس كتير جابت الحاجات اللي هي الغاليه وبرضه ما عملتش معاها. بس انا قلت والله يعني خلينا في الوسط كده، فانا جبت ده. دي اليد بتاعته. ده الغيار طبعا زي ما بوريكم كده بتركبوا الغيار من هنا، وانتوا هتشوفوه دلوقتي معاكم. هو يعني السكوتش بتاعته بتلزق بسرعه جدا جدا يعني وخفيف وحلو، فعجبني يا جماعه. جبته. ده كان يا جماعة سعره كان ب300 جنيه. ما بالكم بقى اللي هو ب1000 جنيه. هنا انا بوريكم اهو يا جماعة. تنزلوا كده هتركبوا السكوتش فيه او الغيار بتاعه، هتلاقوه يا جماعة والله حلوة جدا جدا جدا. برضو اليد بتاعته بتلف يعني 360 درجة، يعني جامدة قوي قوي يعني. ودي وكمان طويلة قوي. انا هنا ما عرفتش اركبها لكم، بس انا ركبتها والله. وبعد كده مش عارفة المقطع اتحذف مني بعد ما ركبتها، بس مش عارفة. وانا بقى اسجل لكم كده لقيت المقطع اتحذف. فهي العصاية بتاعتها اليد بتاعتها طويلة جدا، يعني طويلة يا جماعة جامد قوي يعني. فانا لقيته سعر حلو، ويعني وكل الناس قالت لك مفيش فرق بينه وبين الوطنية او الخلوط او الكلام ده. فانا جبته. قلت خلينا في الحاجة اللي هي بتبقى اللي ممكن تكون تعيش معاك وتبقى حلوة برضو. مش خامتها والله يا جماعة، يعني انت لو شفت خامتها هتلاقي خامتها حلوة جدا جدا. هتلاقي ناس كتيرة جدا عاملة. هو ده الصيني يا جماعة، مش الوطنية او الخلوط. تاني حاجة يا جماعة، أنا جبت اللي هي العياشة دي يا جماعة. عياشة خشب. دي زي ما بوريكم كده الارتفاع العرض بتاعها، عرضها حلو قوي. هي الكاميرا ممكن تكون برضو مصغرة شوية. دي يا جماعة اللي هي بتاعت ايكيا دي. آه، خ- او يعني في ناس كتيرة طبعا هي بتبقى ايكيا، بس في ناس كتيرة جدا بتجيبها في المحلات. يعني بيبقى يجيبوها ويستوردوها واحنا بناخدها منهم، او يعني ان هم بيطلبوها من الشركة نفسها واحنا بناخدها منهم. زي برضو الجروبات والحاجات دي كده كتيرة جدا بتعلن عنها او بتبيعها. يعني جروبات كتيرة جدا بتبيعها. لقيتها حلوة جدا يا جماعة. ولقيتها برضو يا جماعة خدوا بالكم منها، لان بتبقى في منها الخشب الموسكي وفي منها الخشب الزان. دي خشبها حلو قوي، خشبها زان وشكلها حلو قوي. في منها برضو طلع يعني شكلين، بس انا حبيت الشكل ده. الشكل ده كان ممكن الارتفاع يكون اعلى شوية. بس انا حبيت الشكل ده. شايفه يا جماعه الجرار بتاعها يعني سهل جدا على طول اهو، زي ما انا بوريكم. وهي كمان يا جماعه من جوه حلوه قوي، زي ما بقول لكم الكاميرا ظلمها شويه في الشكل بتاعها، او يعني حاسه ان هي مصغراها قوي. بس هي حلوه جدا جدا يا جماعه. خدوا بالكم انا بوريكم برضو هي الخامه بتاعتها. يعني خامتها خشب خشب يعني. فانتوا خدوا بالكم، لان في منها برضو والله يا جماعه بيتباع كده. فمبيبقاش الخشب اللي هو الموسك الخفيف خالص. حتى هي كمان البنوته اللي انا اشتريتها منها قالت لي هي والله هي كده دي بتاعت ايكيا وخشبها حلو جدا جدا. طبعا دي انا بوريكم طبعا اهو.
ده كده ايه ارتفاعها، الارتفاع بتاعها يا جماعة 17 سنتي، والعرض وفي الطول متهيألي 27 في 19 أو 27 في 20، مش فاكرة والله. ممكن على فكرة تحطي عليها هنا مثلا طقم توابل، تحطي عليها أي حاجة من فوق تستخدم، وهي حلوة جدا جدا في الاستخدام. يعني في ناس كتيرة جدا برضو أنا عملت شفتها، وشفتها في ناس كتير عاملة عليها ريفيوهات. فأنا إيه قلت يا جماعة الفرق بينها وبين البلاستيك حوالي 200 جنيه أو 300 جنيه. يعني البلاستيك دلوقتي يا جماعة العياشة البلاستيك الكبيرة معدية 300 جنيه أو 300 جنيه. فأنا أيوة دي غالية شوية، بس يعني في حاجات يا جماعة زي الجردل ممكن عادي أحط فيه يعني ما أجيبش الغالي أوي وأجيب اللي هو المتوسط. مثلا العياشة دي أجيب الغالي أوي وما أجيبش التانية. يعني في حاجات يا جماعة مع الاستخدام ممكن مع استخدامك ليها باستخدام حلو تعيش معاكي وتعمر جامد يعني أوي. فانا عجبتني قوي دي يا جماعه، كانت ب 600 ب 700 جنيه، ب 700 جنيه. والجردل زي ما قلت لكم كان ب 300 جنيه. ففي حاجات يا جماعه ممكن عادي استغلى فيها، وفي حاجات لا ما استغلاش فيها. ولسه كمان ممكن اجيب الجردل اللي هو الشرشوبه للتنظيف العميق ده، بيقولوا كمان يا جماعه اللي هو الموب ده ممكن تستخدميه يعني للتنظيف الخفيف للحيطان يعني مثلا حيطان المطبخ الحمام، فبيبقى حلو قوي. دي كانت مشتريات يا جماعة النهاردة، يا رب تعجبكم. وما تنسوش يا جماعة لايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونشوف يا جماعة لايكات كتير 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 للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن ممكن منكم يعني، وتشوفوه ان شاء الله بإذن الله. ده كان شوية الحاجات اللي انا شاريهم النهاردة يا جماعة. يا رب الحاجات تعجبكم ويا رب كده اكون بقول لكم اي حاجة تفيدكم في الفيديو. انا عارفة ان احنا كلنا بنجهز، بس انا بحب اقول لكم اللي انا بمر بيه واللي انا يعني بشوفه وانا بجهز البنت. فانا بشوف حاجات كده يعني ايه ممكن نتغاضى عنها، وحاجات ممكن نجيبها اغلى، وحاجات ممكن نجيبها ارخص. فكلنا كده ايه مع بعض ان شاء الله ايه نجيب الحاجه اللي هي الاحلى دايما لبناتنا ان شاء الله باذن الله. ويا رب اشوفكم كده على خير وسلامه. ما تنسوش يا جماعه لايك 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 للفيديو. والله القناه يا جماعه واقعه جدا جدا الايام دي. ما تنسونيش في الدعاء وفي اللايك وفي الشير وفي الاشتراك في القناه. مع الف الف سلامه، مع السلامه.